السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أخواننا في لبنان وفلسطين على الأعداء والظالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل أشراف النادي الأهلي، مرحبا بكل الأهلاوية. حلقة النهارده إن شاء الله موازنة كان في المجموعة المواضيع المهمة. فضلا ليس من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. إن شاء الله يعني لما نفتحوا سجل المعاقين وسجل الموتى نبقى نجيبوا شيكابالا عندنا، فاهم؟ يعني في اخبار نزلت بتقول ان شيكابالا بيفكر ان هو يروح النادي الاهلي، لكن في اللحظات الاخيره لا اتراجع عن القرار. هو مين اصلا شيكابالا اللي هو يجي النادي الاهلي؟ مين يعني؟ مين محتاج شيكابالا في النادي الاهلي؟ انا عن نفسي يعني وعايز بالله من كلمتي انا يعني ما بحبش شيكابالا لشخصيته، بس لعبه في الملعب لعب كويس، بس مش في اللحظه دي، في الايام دي هيت تمام. ده كان في السابق، كان في الماضي بتاع شيكابالا زي ماضي ابو تريكه كده تمام، كان لعبه كويس في الملعب، لكن في اللحظه دي هيت وفي الايام دي هيت لعب شيكابالا لعب اموات، وما ينفعش ان هو اصلا يجي في النادي الاهلي. فكل الناس اللي هي طلعت تتكلم تقول لك شيكابالا هيجي النادي الاهلي، وشيكابالا ترجع في اللحظات الاخيره، وشيكابالا مش عارف مين، وشيكابالا مش هيركش مع الزمالك عشان خاطر ان هو بيفكر يروح النادي الاهلي ومش عارف ايه والكلام ده. النادي الاهلي ما بينمش على شيكابالا. وغير كده خلي بالك، انا عايز اقول لك الحاجه، في موسم من المواسم الماضيه يعني ايام عز الشباب شيكابالا كده في العشرينات تمام، كان فعلا هيجي النادي الاهلي وراح يتكلم مع المسؤولين وكل حاجه، لكن النادي الاهلي هو رفضه. طب ليه رفض شيكابالا؟ لان عارف اخلاق شيكابالا كويس، رغم من صغر سنه ما كانش باين عليه كويس، ما كانش باين عليه ان هو يعني بتاع مشاكل وكده، وكانت لسه في بدايته في الكوره فاهمني. بس لكن اداره النادي الاهلي برضه رفضت شيكابالا، هي اللي رفضت وما عرضوش عليه ان هو يجي يلعب معانا في الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي تمام. يعني عشان بس ما حدش يفكر يقول ان شيكابالا هيجي النادي الاهلي مش عارف ايه الكلام دوت. ده يعني لو القيام هتقوم بكره ويقولوا مثلا هات شيكابالا وخليه يلعب اليوم دوت مع النادي الاهلي عشان مثلا يتحاسب بشكل كويس في ايام القيام على الحاجات اللي عملها الكثيره ديت في ارضيه الملعب، وشتم وسبه لجمهور النادي الاهلي لاكثر من مره، واللعيبه وضربه للعيبه والعنصريه اللي عنده تمام. لا طبعا ده استحاله، عنده اخطاء بما لا يكفي، يعني مش عارف اقول لك ايه. عنده اخطاء كبيره تمام، عنده سجل يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مع الجماهير ومع اللعيبه ومع العنصريه، ومش مع الاهلي بس، يعني برضه مع الفريق الثاني فاهم، حتى برضه مع بيراميدز برضه نفس النظام فاهمني. فانت ما تتوهمش نفسك تمام، انك انت مثلا تيجي تاخد ريتش على حساب النادي الاهلي، ان شيكابالا هيجي النادي الاهلي او مش عارف ايه هيجي النادي الاهلي فاهمني. ده كان موضوع النهارده يا شباب بخصوص شيكابالا. تعالى اكلمك بموضوع تاني، موضوع افضل هدف بين هدف نادي الاهلي وهدف نادي الزمالك، اللي هو الهدف اللي سجله اشرف بن شرقي بتمريره من جراديشار تمام، والهدف اللي سجله محمود بن تايج بتمريره من عمر جابر. طبعا في الاستفتاء طبعا الناس بتتكلم بتقول ان افضل هدف اللي هو الهدف بتاع الزمالك، يعني عشان كميه المباريات اللي اتعملت تمام، والاخطاء اللي كانت دفاعيه ومش عارف ايه، والكره عدت من تحت ايد الحارس ومع اللي زي بيقولوا ده افضل هدف، احسن هدف في الموسم فاهم. لكن لا بالعكس، افضل هدف هو هدف اسمه داود اشرف بن شرقي. ليه؟ لان اساسا الكره كانت سريعه، ده هو الهام تمام، واشرف بن شرقي لحقها براسه يعني في لحظات اخيره، لكن الكره اللي بتاعت محمود بن تاج دي كره جايه له في الارضيه، يعني جايه له في رجله فاهم. فطبعا يعني ناس معاها راي ان ده افضل هدف ان ده افضل هدف، لكن باستفتاء الجماهير باستفتاء جماهير نادي الزمالك طبعا طلع افضل هدف هو الهدف بتاع النادي الاهلي بتاع اشرف بن شرقي. ودي احتفاليه طبعا احتفل بيها اشرف بن شرقي، وبسم الله ما شاء الله عليه، يعني لاعب صاعد وواعد، وان شاء الله باذن الله نشوف منه كثير في النادي الاهلي تمام. ومش الهدف بس ده واللي هيوقفنا على اشرف بن شرقي، لا باذن الله متاملين فيه خير النهارده تمام، ومتاملين ان هو برده يسجل اهداف كثيره مع امام عاشور مع اسامه ابو علي مع جراديشار فاهمني. برضه لما يكتمل صفوف النادي الاهلي خاصه في كاس العالم للانديه هتشوف واحد تاني، يعني هتشوف اشرف بن شرقي واحد تاني، مش هتشوفه على ما انت شفته في الايام السابقه سواء مع نادي الزمالك تمام او في الدوري القطري، لا طبعا هتشوف حاجه تاني، خامه تاني خالص، لان تحفيز اللعيبه وروح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي هتدي الطابع دهوت عند اشرف بن شرقي فاهمني. فانت بسم الله ما شاء الله عليك يعني متابع اشرف بن شرقي، وهتشوف منه مردود كويس باذن الله ما شاء الله في الايام القادمه. فمحدش يطلع يتكلم يقول
ان هدف محمود بن تايج افضل من هدف اشرف بن شرقي، لا بالعكس، باستفتاء جماهيري واستفتاء الناس كلها. تمام. اشرف بن شرقي هو اللي حصل على الجائزه وهو افضل هدف في المباراه. تمام. تعالى اكلمك بخصوص مباراه النهارده ان شاء الله، بخصوص التشكيلات. عايز اكلمك بخصوص التشكيل. بخصوص التشكيل يعني مثلا ممكن مارسيل كولر يبدا لك باكرم توفيق ويبدا لك برضه نفس التشكيل اللي فات. هو مقتنع، يعني ممكن يكون شبه مقتنع بالتشكيل دوت، لان في ظل غياب محمد هاني تمام الاصابه او غير مثلا اسباب فنيه اخرى. تمام. ممكن يقول لك لا خليني بالتشكيل اللي فات، لكن برضه لو صمم على التشكيل اللي فات، لان نادي حرس الحدود يعني نادي متفوق لحد الان، متفوق. يعني هو اتهزم من الزمالك بالعافيه. تمام. واتهزم برضه من بيراميدز. تمام. ما فضلش غير مع الاهلي. فانت دلوقتي هيجي يلعب نادي حرس الحدود قدام الاهلي، هيلعب باستماته عشان برضه ما يخسرش، لانه برضه حرس الحدود برضه بينافس، يعني فاهم. طلع وبينافس وبسم الله ما شاء الله بيقدم كوره كويسه وكوره حلوه داخل ارضيه الملعب. فانت ممكن في المباراه ديت لو انت مثلا لعبت باكرم توفيق ولعبت باحمد كوكا تمام ممكن برضه تحصل على التعادل، ده وارد. لكن انك انت مثلا تلعب بمحمد هاني وتلعب بسم الله دوت كريم الدباس تمام، لا انت كده ضامن انك انت تكسب، لان كريم الدباس عنده امكانيات هجوميه وبرضه محمد هاني عنده امكانيات هجوميه. انت عاوز تهاجم بالظهرين، ما ينفعش انك انت تلعب باكرم توفيق. اكرم توفيق ما عندوش امكانيات هجوميه، اكرم توفيق عنده امكانيات دفاعيه، وبرضه نفس النظام احمد كوكا برضه عنده امكانيات دفاعيه. فانت عاوز تكسب المباراه دي يبقى انت تلعب على الهجوم، يبقى انت نازل كريم الدباس تمام ونزل برضه محمد هاني اديهم صلاحيات الهجوم، فاهم. فلو كان تشكيل تاني غير ده طبعا باستثناء طبعا التشكيلات الاخرى طبعا زي ما هي تمام، بس هي المشكله في التبديلتين دول اهو، واخد بالك انت. بس ده كان بخصوص موضوع مباراه النهارده. ان شاء الله باذن الله نتصاب النادي الاهلي بفارق هدف او هدفين ان شاء الله باذن الله تعالى. تعالى كلام بخصوص اشرف داري في ناس بتتكلم وبتقول ان اشرف داري خلاص هيسيب النادي الاهلي تمام، والسبب في كده ان عنده اصابات كتير، يعني بيتصاب كتير في ارضيه الملعب. اولا اشرف داري يعني من كل المتفقين ان اشرف داري خامه كويسه وخامه قويه وخامه لاعب، يعني لاعب بسم الله ما شاء الله بيجيد الالعاب الهوائيه تمام، وبتفوق اكتر من مره في مباراه نادي الزمالك. فخلينا نكلمك ان اشرف داري بسم الله ما شاء الله عليه يعني هتلاقي منه مردود، بس انت اديله الفرصه، اديله يلعب واستحمل عليه في الاصابات. طب ما تستحملت اكرم توفيق في الاصابات تمام، وفي الاخر اكرم توفيق سابك، هتيجي مثلا هتيجي على اشرف داري اللي لسه يعني باين لك موهبته وباين لك كفاءته في ارضيه الملعب وعامل ومنع فرص كتيره، اي نعم باستثناء الهدف اللي دخل فينا. وبرضه خلي بالك عايز اقول لك ان المشكله معانا تمام ان اشرف داري بيلعب ظهير، يعني بيلعب بقلب دفاع ايمن ايسر ولا انا اسف تمام، لكن برضه مارسيل كولر مقتنع بيه ان هو يحطه قلب دفاع ايمن عشان خاطر يجي محمد مثلا يجي محمد عبد المنعم ويلعب في الحته دي هيته مش عارف ايه والكلام ده. طب ما انت اصلا عندك يعني عندك برضه ياسر ابراهيم، وعندك بس ياسر ابراهيم اصاب، عندك ياسر ابراهيم وعندك رامي ربيعه وعندك اشرف داري وان شاء الله محمد عبد المنعم جاي. يعني انت خلي مثلا رامي ربيعه يلعب ظهير ايمن تمام قلب دفاع ايمن، وخلي اشرف داري يلعب قلب دفاع ايسر، خليه في المكان بتاعه. يعني هو بيلعب في المنتخب الوطني المغربي بيلعب في ظهير ايسر، فاهمني. فانت وظفه في المكان بتاعه. انا مثلا ما يجيش مثلا العدله بتاعتي اجي مثلا اعمل كده الوح جسمي ولا اعمل كده الوح جسمي هتصاب عشان خاطر ان انا مثلا بلعب ظهير ايمن او ظهير ايسر. ما تخلي الواحد على العدله بتاعته، ما انت لعبت كريم الدباس على العدله بتاعته تمام، لقيت منه مردود كويس وبرضه جربته في الوينج برضه ما نفعش معاك، فاهمني. يعني خلي كل واحد على عدلته، كل واحد على عدلته هتاخد منه مردود اكتر ومردود افضل. ده كان بخصوص اشرف داري. ان شاء الله يا جماعه يستمر معانا في النادي الاهلي، وان شاء الله ما فيش اي نيه للبيع ولا التفريط خلال الموسم الحالي تمام زي ما الناس بتتكلم وبتقول، وباذن الله تعالى اشرف داري مستمر معانا في نهايه الموسم تمام يا جماعه. ده كان موضوع النهارده. فضلا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.